تعالوا قبل ما ناخد باقي التليفونات تعالوا نروح نشوف رأي الدين، والختان صح ولا غلط؟ هل فعلا احنا لازم نختن بناتنا عشان نحافظ على شرفهم؟ هل البنت اللي اهلها بيختنوها ما بتتجوزش عرفي ولا بتعرف ولاد ولا بتخرج من ورا اهلها ولا بتعمل اي حاجة؟ تعالوا نروح نشوف مع بعض. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن القاعدة الشرعية تقول: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ومن المصلحة للرجل الختان، وليس من المصلحة على طول الخط أو على الإطلاق ختان الإناث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الختان واجب على الرجال مكرمة على النساء. مكرمة للنساء أي أنه إكراما للمرأة لها أن تختتن، والمكرمة قد تفعل وقد لا تفعل. والمكرمة أيضا في هذا الوقت تكون مقيدة، المكرمة مقيدة. يعني كان هناك نقاش بيننا وبين رجل من رجال الطب في أمراض النساء، وقال: إن رجلا قد أتاني بابنته فقلت له لابد أن تختتن فورا. ليه؟ لأنه وجد البذر كبيرا بدرجة ستؤلم البنت أو ستضايق البنت حين بلوغها، فلذلك يجب أن تختتن. ويقول: وجاءتني إناث أخريات فأشرت عليهن بعدم الختان. ليه؟ لأن البذر كان طبيعيا وكان في المستوى وكان لا يضايق المرأة. لذلك من العته ان الانسان يجي على هذا البذر اللي هو اصلا ما هوش خارج بقدر كبير يضايق الانثى عند احتكاك اي ثوب بها او غير ذلك. الحاجات دي كلها يا جماعه موجوده في الشرع، ما تفتكروش ان احنا بنجيب الحاجات دي كلها، دي موجوده فعلا ومحدده. بنقولوا البذر اذا كان كذا وكذا وكذا وكذا. احنا بنقول ايه؟ بنقول لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابل أم سلمة في المدينة قال لها إيه؟ أما زلت على ما كنت عليه بمكة؟ يعني لسه بتختني أو البنات زي ما كنت في مكة؟ قالت له نعم. قال لها أشهي ولا تنهكي، وفي رواية أخرى أشمي ولا تنهكي. أشهي يعني اتركي مجال للشوي، يعني لا اللي هي الحتة اللي فوق اللي عاملة زي عرف الديك دي بتشال الجزء اللي فوق الأعلى. بقول أشهي يعني اتركي مجال، يعني خدي القلف الجزء الصغير اللي فوق. طب دي معنى أشهي ولا تنهكي يعني. وأشمي من الشمم. من الشمم يعني ايه؟ الشمم والعلو والكبرياء، اللي هو الشمم يعني ايه؟ الحاجه العاليه اللي فيها يقول لك شاهق الجبل او اشم الجبل، يعني الحته العاليه، يعني ناخد الحته العاليه اللي فوق. يبقى كأن الله سبحان الله، يبقى الحديث متمشي دائما هنا مع لغه العصر، ان احنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. البنت تعرض على الطبيب امراض النساء، واذا عرضت وقال انه يجب أن يبتر أو يقطع هذا الجزء الصغير اللي في الأعلى يقطع. وإذا قال يعني بصراحة شديدة، نعم، حضرتك شخصيا نعم، لو بنتك أو حفيدتك نعم، هتوديها للدكتور الأول ولا هتختنها على طول؟ والله هقول لك. أولا حفيداتي اللي موجودات لم يختتن ولم آمر بختانهن. ليه؟ أولا طبيب أمراض النساء، هي البنت بعد ما بلغت 4 سنوات أو 5 سنوات بتعرض على الطبيب: احنا عملنا كذا. فأنا وديت قال لا، هذا يعني طبيعية جدا وليس فيها ما يدعو إلى القلق. بنفس النص ليس فيها ما يدعو إلى القلق، لذلك لم تختتن. هل انتشر في الأماكن دي لسبب ما؟ أقول لي ستي، هو أصلا كان بيستبدله عن الختان في بادئ الأمر بحزام العفة. حزام العفة ده كان موجود، كانوا ليه؟ كانت الناس بتطلع إغارة على قبائل، بتطلع حروب، بتطلع تجارة، بتطلع الكلام ده كله، ويسيب مراته مثلا ممكن تكون صغيرة أو كذا أو كذا، ويسيبها لمدة أشهر وأشهر وربما سنة إلى أن يعود. فكانوا بيعملوا لهم حاجة اسمها حزام العفة. ايه هو حزام العفة؟ هو كان يصنع من الجلد،
ويلف على الموضع، فيقوموا ايه عاملين، يقوموا جايبوا من هنا من تحتين من عند الفخذين، ويقوم من الجنب او من الجنب او من الخلف، ويقوم عامل فيه قفل صغير كده. القفل له مفتاح واحد، المفتاح ده مع الزوج ولا يفتح، وكان بيترك جزء للتبول من الامام بس وخلاص. ده هو ويفضل قافل على الست بالقفل. جزء بالتبول من الامام وجزء من الخلف، دي موجوده على طول لقضاء الحاجه. كانوا بيبتروا هذا الجزء كله كانوا بيبتروه. المراه خلاص، يبقى معنى كده انه قضى على هذه المراه لا ترغب في الجنس اطلاقا، وهو الرجل وبس، وحينما يريدها وهي لا تريد شيئا، يبقى بالطريقه دي قضى عليها كأنثى وقضى على متعتها كأنثى. لو أن الرجل صادفته امرأة أو كانت زوجته هذه صادفته امرأة في زواجه منها وكانت ليس لها رغبة في الرجال، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ نقول إن ليس هذا من مبررات الطلاق. ليه؟ لأنه هو ليس متضرر، هو ليس متضرر من هذا الامر، هو يعني خلاص كده قاضي نفسه خلاص وحاجته قضاها. انما احنا بنقول عليه هل هذا يبرر له ان يطلب ان يطلقها؟ لا، بنقول له لا. اذا كان هناك علاج لا بأس، ما كانش فيه علاج انت ما انتش مضر في حاجة. الشرع هنا اباح لك ان تتزوج باخرى لتتفاعل معك، تزوج باخرى، وهذه لا تهضمها حقها، لأنها انت لو تركتها برضو امال هي هتروح للتاني وتتطلق من التاني وتروح للتالت وتتطلق من التالت. والعكس حضرتك، نعم. لو الرجل هو اللي ضعيف جنسيا. هو الرجل لو كان الرجل ضعيفا نبحث اما ان يكون له علاج او لا علاج له. اذا كانت المرأة، ودي حتة بنقولها لبناتنا وللنساء المتزوجات، بنقول لهم ان الرجل ما دام، ده حسب المذاهب، الرجل ما دام هو كان في اول الامر او انه عاشرها في اول الامر ثم حدث له هذا، دي ليست مبررا لطلب الطلاق الا في حالة واحدة، وهي انها اذا خشيت على نفسها الفتنة، خشيت على نفسها وكانت صريحة مع نفسها، قالت انا الحقيقة ما اقدرش اعيش، أنا أريد رجلا واللي معايا لا يكفيني، أو ليس برجل، أو أنه لا كذا، يبقى إذن في هذه الحالة لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر في هذا الأمر، ويجيبها القاضي إذا كانت هناك تقارير أو أن اطمأن القاضي إلى كلامها أو من الأوراق ثبت هذا الأمر، فلها حق طلب الطلاق للضرر. ليه؟ لأنها ليست مستفيدة، إنما في حالة الرجل كده هو هيفرغ. طب في ستات بتقول لا حرام العشرة، ربنا يحاسبني أنا كده بظلمه، يعني لو كان حصل الموضوع ده ليه ما كانش هو هيسيبني. فحضرتك تقترح على ايه للست اللي ضميرها بيأنبها انها قاعدة متضايقة بس في نفس الوقت حاسة انها مش هينفع تغلط كده في جوزها؟ لا، هي إذا كانت هتقدر، يعني إذا تأمن على نفسها الفتنة، هل هتأمن الفتنة لمدة يوم ولا يومين ولا 3؟ هتأمن الفتنة دي إذا رأت أنها ستأمن الفتنة لمدة، أو أنها هتأمن الفتنة وأنها إنسانة خلاص وتفرغت مثلا لعبادة أو لطاعة أو لخدمة زوجها، أو أنها ارتأت هذا الأمر، أو أنها خلاص ليس لها إربة في هذا الأمر، ده شيء جميل. إنما لو رأت نفسها أنها بتدي لنفسها مسكنات وبس، نقول لها لا بقى، هنا الأولى بك أن تطلب الطلاق وتتزوجي لئلا تقعي في المحرم. نقول لها أنت كده بالطريقة دي هتقعي في المحرم؟ لا، يبقى اطلب الطلاق للضرر وتزوجي وأشبعي رغبتك، والله يعني إن شاء الله يجازيك خيرا. في ستات كتير قوي تتطلق من ازواجها وهي صغيرة كمان، وتقول لا لا خلاص ما ينفعش، عيب اتجوز تاني. ما حكم الشرع في الست اللي بتطلق وبتقعد بأولادها وتفضل حاسة انه عيب اجتماعيا انها تتجوز؟ الأحسن في الشرع ايه؟ لا يا أستاذة ريهام، هقولك على حاجة كويسة. المرأة الصغيرة اللي بتقول لا وعيب وتقاليد المجتمع
ستضعف يوما ما، وهيكون هناك شر وبيل عليها. بنقول لها ما تدوريش على تقاليد المجتمع قوي، انت دوري شوفي هل تقاليد العائلة او القرية او المدينة او المكان او الاسرة اللي انا عايشة فيها تتمشى مع تقاليد الاسلام ولا لا. ما بقول لهاش خدي بتقاليد الحته، يعني مثلا في الصعيد ويقول لها لا التقاليد والنظام وعيبه وما عادش تخرج وما عادش اشوف التقاليد دي منطبقه معايا كمسلمه ولا لا. المسلم بنقول له لا، ده فيه احد يعني الناس اللي هم الصحابه والناس الاولياء كانوا بيقولوا استحي ان اقابل الله وانا اعزب. يعني حتى في نهايه حياته كان بيتجوز علشان يبقى الراجل رايح عن يعني زي ما عنده يكمل دينه. ايوه نعم.